النهارده اخر يوم في الفصل الدراسي الاول، اخيرا نستريح من وشكوا جت كونيلا. الله يقرفه، حتى الاخبار الحلوه طالعه من بقه زي الزفت. اخيرا الواحد هياخد اجازه ويستريح بقى. قال يعني كنتش بتذاكر؟ بقول لك ايه يا عم، احنا لازم نستغل الاجازه دي اسوأ استغلال. بص بقى، انا في الاجازه دي هعمل كل حاجه ممكن تتعمل. خلاص بعد المدرسه نتقابل. اتفقنا. ها بقى قولوا لنا هنعمل ايه عشان اعرف اخد فلوس من ابويا. يا ابني مش كل حاجه فلوس، بس المهم نعمل حاجه. طب هنعمل ايه بقى؟ يا جماعة انتوا شاغلين دماغكم ليه؟ ده الوقفة في الشارع في الجو زي ده تساوي ملايين. خبر عاجل. تؤكد الأرصاد الجوية على أن البلاد تشهد أقوى موجة صقيع منذ مرور 100 عام، فخلوا بالكم. الله 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 الله. لا ده انا الحق بقى اتصل بالشغل واقول لهم ان انا واعيه الاسبوع الجاي ده كله. وماله يا اخويا، انت برضو بتتعب؟ يا بابا ده حرام، الكداب هيروح النار. اسألني انا. يا كلب، عايز انزل في الجو ده عشان اعيا واموت وتورثني بالحياه. يا عم انا مالي، خلاص اعمل اللي انت عايزه. ايه يا ابني، انت مش هتنزل ولا ايه؟ ننزل ايه يا ابني انت مغفل؟ انت مش شايف الجو عامل ازاي؟ يا ابني الجو جميل جدا، ما تصدقش كل حاجه بتسمعها. اسمعوا ايه يا ابني انت بس؟ ده انا حاسس ان انا هموت من التلج. ولا اللي بتحسه. بقول لك يا ادم، ما تفصلنيش معاك، انا عامل دماغ ومش عايز افوق عليك. يلا انزل يا عم. طيب يا سيدي، قول لي بقى مين جاي وهنروح فين؟ كله جاي وهنروح السينما. فيلم ذا بوبت بيقول لك عامل شغل عالي قوي في الاكس بوكس. خلاص ماشي، هلبس واجيلكم. يا خبر ابيض، ايه الجو ده؟ مالك يا آدم؟ شكلك سقعان ليه؟ في ايه يا عم رجب؟ الدنيا غرقانه والجو تلج وتقول لي سقعان ليه؟ يا آدم يا ابني، لازم تنتهز كل حاجة حواليك وتعمل زي. مش كله حر ومش كله شتاء. هتكون بتعمل ايه يعني؟ استنى لما أوريك. منك لله يا بوب، انت اللي نزلت لي في الجو ده. مش احسن من قعده البيت؟ لا مش احسن. ما خلاص يا رجاله، ادينا نزلنا واللي كان. بقول لك ايه، يلا نروح السينما بسرعه عشان نلحق الفيلم. يا جماعه ما تشوفوا حاجه غير ذا بوبت ده، انا ما اتفرجتش على اول جزئين. مش مشكله بقى، كده كده مش هتفهم. امال داخلينه ليه؟ اهو ممكن نفهم. طب هنروح ازاي بقى والدنيا كلها غرقانه؟ ايه ده بص يلا، اللانش ده مكتوب عليه اجره. اوبا، طب وقفوا ده. طب نوقفه ازاي ده؟ شاور له يا عم. ها كباتن، رايحين فين لو مؤاخذة؟ السينما اللي في مول في عربية. النفر ب10 جنيه. ليه يا عم؟ ما حسست انها في اول اكتوبر. اهو ده اللي عندي. خلاص يا جماعه، ما عندناش حل غيره. بس بقول لك يا ابو الكباتن، انا بشبه عليك. لا انا اول مره اركب لانش والله. ازاي؟ انا متأكد اني شفتك قبل كده. يا عم لا، مش انا. ايه دماغنا بقى يا اسطى، مش خدت فلوسك؟ نقطنا بسكاتك بقى والنبي. في ايه يا هندسة؟ انت مالك واخد الكلام على صدرك قوي كده؟ مزاجة يا عم وفلوسي. خلاص يا جدعان صلوا على النبي. عليه الصلاة والسلام. ما قلتليش بقى يا هندسة، انا شفتك فين قبل كده؟ اللهم طولك يا روح. ايه ده؟ الحق يالا، بص مين هناك. قولي لي يا أمولة، بتحبيني قد ايه؟ ما تحرجنيش بقى يا دوحة. ياه، طالعه من بقك زي العسل. قولي لي تاني يا دوحة كده. ما تحرجنيش بقى يا دوحة. يستاهل. طب والله ابتديت احب مس اموله. الاجرة يا رجالة. بوب يا ادم هاتوا الاجره.
اوبا، انا نسيت المحفظه. ايه يا ابني ده؟ انا ما معيش فلوس. انتوا بتستهبلوا، انا معتمد عليكم النهارده اصلا في الفلوس. طب هنعمل ايه؟ يلا يا عم ننط. ايه الكلام ده؟ ما ينفعش يا عم. يا ولاد الذين، عارفكوا واجبكوا. ايه ده، السينما غرقانه. ده على اساس ان هي لو مش غرقانه كنا دخلنا عادي يعني. يعني اليوم فاكس كده؟ بص يا ادم، دي فرصتك انك تروح تقول لسلمى انك بتحبها دلوقتي، وانك نزلت في عز البرد ده عشان تروح تقول لها كده بس. ايه يا عم الكلام ده؟ ايوه يا ابني، اسمع الكلام. يعني انتوا الاتنين شايفين كده؟ بقول لك ايه يا ادم، انت هتروح واحنا هنستخبى وهنرمي شباكها بالطوب، اول ما تطلع تقول لها. فهمت ولا ايه؟ ماشي. سلمى طلعت ودخلت والواد برضه ما قالهاش حاجه. ما تيجي نشوف. يا خبر ابيض.